السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. اللي هتسمعوه دلوقتي ممكن يخلي صوتكم ليه قيمه كبيره جدا، او يكون السبب لو معرفتهوش انكم تخسروا حقكم من غير ما تعرفوا. حلقتنا دي من سلسله قانونيه بعنوان الحقوق السياسيه للمواطن المصري. في السلسله دي هنتكلم عن حاجات كتير جدا تخص الانتخابات وحقوقنا وواجباتنا كمواطنين، زي ما تعودتوا معانا بشكل بسيط وواضح من غير اي تعقيد. النهارده هنجاوب على سؤال مهم جدا: ايه هي اهم المخالفات الانتخابيه اللي حددها القانون واللي بتاثر على سير العمليه الانتخابيه؟ اول مخالفه واللي تعتبر الاكثر شيوعا واللي معروفه من معظم الناس هي الامتناع عن التصويت بدون عذر مقبول. وده مش مجرد تصرف بسيط، القانون نص صراحه على توقيع غرامه ماليه على اي مواطن يتخلف عن الادلاء بصوته في انتخابات او استفتاءات. والسبب في كده ان المشاركه السياسيه جزء جوهري من الوعي والمسؤوليه الجماعية اللي لازم كل فرد يكون حريص عليها. ونيجي بقى المخالفة التانية، وهي من أخطر المخالفات وتتمثل في التأثير على الناخب سواء بالتهديد أو استعمال القوة. والقانون هنا بيحظر تماما التهديد أو استعمال القوة لإجبار الناخب على التصويت بطريقة معينة أو منعه من ممارسة حقه السياسي، وده لأن التهديد اعتداء مباشر على حرية المواطن وقراره. عشان كده العقوبة بتوصل لحبس من يقوم بذلك مدة لا تقل عن سنة، ونفس العقوبة تطبق على أي شخص يقدم أموال لشراء الأصوات أو التأثير على إرادة الناخبين. ودي طبعا مخالفة واضحة ومش محتاجة أي تفسير، وكل حضراتكم عندكم فكرة عنها. وكمان وبنفس العقوبة القانون بيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أي حد يقوم بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو أي أوراق رسمية مستخدمة داخل العملية الانتخابية. أما المخالفة بقى اللي بتكون منتشرة قوي في أي انتخابات رغم ان القانون حدد ليها عقوبة صريحة: إذاعة الأقوال أو الأخبار الكاذبة المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاءات، أو حتى بسلوك المرشحين بهدف التأثير على النتيجة الانتخابية أو حتى على وعي المواطن. واللي بيرتكب المخالفة دي القانون قال إن توقع عليه غرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 200,000 جنيه. والعقوبة ممكن تزيد للضعف لو الأخبار الكاذبة اتذاعت في توقيت ما بيسمحش للناخبين إنهم يتحققوا من صحتها. بشكل أبسط يعني تكون الأخبار دي تم تداولها في وقت يصعب عليهم التمييز بين الحقيقة والشائعة، وتعتبر في الوقت ده المخالفة أشد ويتم مضاعفة قيمتها. أما آخر نوع من المخالفات اللي هنتكلم فيها النهاردة هي أخطرهم وتتمثل في التأثير على سير العملية الانتخابية نفسها، وده بيشمل أي فعل فيه تخريب أو إتلاف للمباني أو المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخابات بهدف تعطيلها أو عرقلة سرها. العقوبة هنا بتكون السجن من 2 لحد 5 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات إذا تم بالفعل إتيان ما ذكرناه بهدم أو تدمير أي منشآت انتخابية أو إتلافها بقصد تعطيل سير العملية الانتخابية. وده طبيعي جدا لأن التأثير على سلامة العملية الانتخابية ككل بيكون ليه ضرر كبير وتأثير على استحقاقات سياسية مهمة للمواطن والوطن. أتمنى أكون وفرت لحضراتكم معلومة قانونية مفهومة وسهلة. استنونا في حلقة جديدة موضوعها هيتحدد حسب أهم القضايا اللي بتسألوا عنها أو اللي بتهم الناس واللي بشوفها دايما في التعليقات. وبالتأكيد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. حفظ الله مصر وشعبها الكريم العزيز الغالي، وفي أمان الله.